اذكروا هذا الدور جيدا وهذا الشعار، ولكن قبل ما احكي شو اللي صار بالجولة الأولى من الدور السوري أو دور برايم السوري، خلينا نحكي بعض الملاحظات الفنية الإنتاجية اللي شفناها. القنوات الناقلة مع احترامي الشديد لكم يجب أن تكونوا أكثر احترافيا وعندكم الإمكانيات، ولكن ربما قلة الخبرة ما عم تخليكم تبينوا في الجولة الأولى بهذه الجودة اللي كنت أنا متوقعها ما بعد التحرير. الموضوع اختلف، ما قبل التحرير لم نكن نتابع، ولكن كان موضوع شيء والآن شيء آخر. وهلأ منفوت بالجولة الأولى. طبعا الشرطة الدمشقي تعادل مع حطيب بنتيجة 3-3. خان شيخون لأول مرة بيشارك لعب في حلب ضد أهل حلب، إحدى أعرق الأندية السورية، وخسر بنتيجة 2-1. حطيم بأرضه ما بين جماهيره، ضرب الفتوي ب3-0. والكرامي للأسف الشديد، رغم أني أنا إنسان كرماوي وعندنا محترفين ومدرب مغربي برضه اسمه المدرب المغربي ماخذ صيت أعلى، قدمنا مباراة سيئة في ملعب الشهيد عبد الباسط صاروت وخسرنا أمام الوحدة ب2-0 يا ناس. والشعلي بيخسر أمام جبلي بنتيجة 2-0. بالإضافة أمية والحرية، كنت هذه المباراة متوقع يكون فيها معاناة، ولكن كنت متوقع أنه مستوى الفريقين متنافس وشوف فيها أهداف بصراحة وتنتهي تعادل. نعم انتهت تعادل، ولكن بأداء ما مرضي لأي حدا. أما بالنسبة لي المفاجأة، المباراة اللي انتهت قبل شوي، تشريني تصرع الجيش برباعية وبرضه بياخذ صدارة الدوري. بالإضافة حمص الفداء بينتصر على دمشق أو أهل دمشق، أو هو الفريق النجد سابقا. طبعا أخي المواطن، بعد الجولة الأولى هذا هو ترتيب الدوري السوري أو الدوري برايم السوري.